السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى معانا فيديو جديد. دي طبعا مجموعة من اللوكات الثلاثة طرف. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم إزاي نقيس اللوكات دي ونختبرها ونعرف المشكلة أو نحدد المشكلة منها ولا من الكارت بطريقة سهلة وبسيطة. كل اللي هنحتاج معانا آبو، وهنحتاج كابل بترميلتين زي ده، وهنحتاج طبعا السيريا بتاعتنا اللي هي مفيدة أو مهمة جدا جدا في شغلنا. بسم الله. طبعا أنا لو أنت أول مرة تتابعني، أرجو من حضرتك إن أنت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان حضرتك يصل ليك كل الفيديوهات الجديدة القادمة المفيدة بإذن الله تعالى. على بركة بسم الله نبدأ. طبعا اللوكات دي يا جماعة في منها لوكات كتيرة جدا جدا، ولكن النهاردة أنا هتكلم عن اللوك الثلاثة طرف. دي مجموعة من اللوكات، ولكن في أنواع كتيرة جدا جدا وأشكال كتيرة جدا جدا من اللوكات، ولكن احنا هنشرح على المجموعة اللي معانا النهاردة. طبعا أنا علشان أعرف اللوك فيه مشكلة ولا اللوك سليم، لازم يبقى معايا افو زي ده كده طبعا، او اي افو، علشان اعرف او اختبر اللوك اللي زي ده مثلا كده، او اي لوك ثلاثة طرف. لازم الاول احدد الاطراف اللي هقيس عليها بالطريقة اللي احنا هنستخدمها دلوقتي او هنشتغل بيها دلوقتي. احنا بنجيب الافو طبعا على وضع المقاومة، وهنقيس على اطراف اللوك، على اي طرفين من اطراف اللوك. مثلا الطرفين يا جماعة اللي هم هيدونا قراية، الطرفين اللي هم هيدونا قراية ماشي زي كده، هم دول الطرفين اللي هنوصل عليهم ونختبر اللوك. طبعا دول الطرفين اللي ادوا معايا قراية على اللوك. هنجيب كابل بترميلتين ونوصل عليهم تمام الكابل، وهنشتغل طبعا على سيريا. تمام، ده الكابل بتاعنا هنوصل على السيريا كده، وهنقفل اللوك كده. طبعا اللوك كده قفل معانا. علشان اتاكد ان حصل فيه توصيل في اللوك من الداخل هنوصل كده، مفيش توصيل. تمام، طيب كده كده اللمبة نورت معانا، اذا كده حصل في توصيل من الداخل. هنركن اللوك ده كده مثلا من دقيقتين مثلا هنا، وهنحاول نحرره تاني. لو فتح معانا يبقى اللوك ده شغال ما فيهوش اي مشكلة على الاطلاق. ده نوعية تانية برضو من اللوكات، تمام، ولكن ثلاثة طرف برضو زي ما قلنا. ده لوك ال جي. هنختبره برضو زي ما اختبرنا اللوك التاني بالظبط. هنقيس، والطرفين اللي بيدونا قراية هم دول اللي هنوصل عليهم. دول طبعا الطرفين اللي ادونا قراية، تمام، دول اللي هنوصل عليهم السيريا. وهنحاول نقفل كده. قفل معانا اللوك. هنشوف برضو في اللوك وصل معانا ولا لا. كده مفيش توصيل. كده وصل من الداخل معانا لحد دلوقتي. اللوك ده كده ما فيهوش مشكلة. هنركنه برضو زي التاني، وبعد دقيقتين هنحاول نحرره. لو فتح معانا يبقى ما فيهوش اي مشكلة. ده اللوك معانا برضو بتاع غسالة 18. هنجرب برضو. اللوك ده كده تمام.
هنجربه برضو معانا. دول الطرفين اللي ادوا قرايه معايا، هنحاول نقفله. قفل معانا اللوك. هنشوف اللوك وصل من الداخل. كده اللوك وصل معانا من الداخل، يبقى لحد دلوقتي اللوك ده كده سليم. هنركنه جنب التانيين. وده برضو نوعية تانية برضو من اللوكات. تمام. ده برضو بيشتغل على الغسالة الزانوسي الأكوا. تمام. هنجرب معانا النقطتين اللي هيدوا قراية معايا، هم دول اللي هوصل عليهم. اللوك ده ما بيديش معانا قراية خالص. تمام. يبقى اللوك ده بايظ. تمام. اللوك ده كده ما بيديش معانا قراية، يبقى اللوك ده كده بايظ. ولكن احنا لو هنوصل على اللوك ده، هنوصل على الطرف الاول والطرف الاخير كده، ونحاول ان احنا نقفل اللوك اهو زي ما حضراتكم شايفين، ما بيقفلش معانا خالص. تمام. يبقى اللوك ده كده تالف. يبقى احنا كده قدرنا نحدد المشكلة في اللوك ولا المشكلة عندنا في الكارتة او في الضفيرة. ده اختبار اللوك البايظ. ما بيديش معانا قراية على الافو، ولكن انا عارف طبعا الاطراف اللي احنا ممكن نوصل عليها، اللي هو الطرف الاول والاخير. ده كده اللوك ده تالف، يبقى هنغيره لو الغسالة مش بتشتغل، والغسالة تشتغل معانا ان شاء الله. ده برضو لوك تاني بتاع الغسالة الزانوسي الإليت. تمام. برضو هنقيس معانا ونجرب. كده مفيش قراية. كده ادانا قراية على الطرفين دول. هنوصل عليهم ونقفل اللوك. ارجو يعني يكون الصوت واضح، ويكون انتوا سمعتوا صوت القفلة. هنجرب نشوف في تلامس من الداخل ولا ايه. كده مفيش تلامس معانا من الداخل. اللوك ده برضو يلا. اللوك ده كده ما في كده مش شغال، وفي مشكلة معانا برضو. يبقى كده اللوك ده فيه مشكلة، يبقى هيتغير والغسالة تشتغل معانا ان شاء الله بإذن الله. المجموعة دي كلها يا جماعة، يبقى كده كل اللوكات دي يا جماعة هتتجرب بنفس الطريقة دي. ده اللوك اللي احنا جربناه من البداية. هنحاول نشوف هو كده هيفتح معانا ولا ايه. كده اللوك فتح معانا، يبقى اللوك ده شغال. وده كمان نفس الفكرة، هنجرب برضو. ده اللوك فتح معانا، يبقى كده مفيهوش مشكلة. واللوك ده كمان برضو ارجو ان انتوا تكونوا سامعين للصوت. مجموعة اللوكات دي كلها يا جماعة هنجربها بنفس الطريقة دي، بطريقة القياس على الافو، وان احنا نوصل على السيريا ونتأكد ان هو حصل توصيل من الداخل ولا لا. لان في لوكات ممكن تخدعنا ان هي تقفل من بره ولكن ما بتوصلش من الداخل، فالكارتة ما بتحسش بيها، فبالتالي الغسالة مش هتشتغل. كل اللوكات دي هتتجرب بنفس الطريقة دي، ما فيهاش اي حاجة معضلة. ده برضو لوك زانوسي. كل اللوكات دي يا جماعة هتتجرب بنفس الطريقة دي، طريقة سهلة وآمنة، ومش هتعمل معانا مشكلة في الغسالة على الإطلاق. دي كانت حلقتنا النهاردة. أرجو إن هي تكون حلقة خفيفة على حضراتكم، ما نكونوش أخدنا وقت كتير. وإن شاء الله بإذن الله الفيديوهات الجديدة القادمة إن شاء الله كلها هتبقى ممتعة.